كولر نكد على جمهور الاهلي، وشوقي غريب عملها وتعادل لذئاب الجبل مع الزمالك، وحسام حسن الفوز الاول ليه مع المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ أول حاجة يا جماعة بماتش الأهلي والمقاولين. زي ما كل شاف المباراة النهاردة، مستر كولر نكد على جمهور الأهلي. في البداية بدأ بتشكيلة لأن أنا كنت متوقعها منه، بس كل اللي عمله إنه بدل أليو ديانج، بدله بحمدي فتحي، ولاعب محمد هاني زي ما كنت متوقع باك يمين. اللاعب اللي بقاله كام ماتش بيلعب وبيأديش وهو مصمم يديله، مع انه مش هو محمد هاني مش عايز يلعب، وكابتن مستر كول مصمم يديله كل ماتش وينكد علينا. الشوط الاول عدى، كان اداء ولا اسوأ من الاهلي، وكابتن طارق العشري مقفل كويس، مقفل ملعبه كويس، وراح بكام هجمه برضه عشان الحق يتقال، ما كانش بيلعب اداء دفاعي بحت، راح بكام كوره، والاهلي ما كانش فيه حلول نهائي في الشوط الاول. طب يا جماعه ايه دور المدرب؟ يعني هو دور المدرب بيحط خطه وتشكيله وبعد كده ملوش دور؟ يعني هو دوره بيحط تشكيله وينزل لعيبه ويشدوا حيلكم؟ دور المدرب ماتش زي ده متكتل، بيبان شغل المدرب. فريق مقفل قدام، جيب لحد ده جت 60، كابتن طارق العشر رجع ال10 لعيبه زي ما كله كان شايف. دورك انت يا بقى كابتن كولر. كابتن كولر جه مطلع الاربعه طاقم الهجوم، ونزل اربعه طاقم هجوم بدلهم. يعني طلع برونو سافيو وكريم فؤاد واحمد عبد القادر ومحمد شريف، وجا منزل مكانهم اربعه تانيين، محمد قفشه ورافت خليل لاول مره نشوفه السنه دي، وحسين الشحات وكابتن حسام حسن. فين الحلول اللي هو عملها كده؟ لما بتنزل لي اربعه هجوم وتطلع اربعه هجوم. يا عم يعني انت مش مقتنع بحسين الشحات باك يمين؟ مش هتسمع تسمع كلام العبد لو ترجع حسين الشحات باك يمين وتزود حلولك. طب رجع كريم فؤاد باك يمين، وكنت طلعت حسين شحات حتى وينج مكانه، بس كنت طلعت محمد هاني. طب انت مش مقتنع؟ يعني انت لسه ما تعرفش يمكن حسين شحات بيلعب باك يمين؟ محدش قال لك، لا سامي قمصان ولا حد من جهاز المعاون. رجع كريم فؤاد، انت ملعبه قبل كده باك يمين، رجعه باك يمين ولعب حسين شحات حتى قدامه، احسن لنا من محمد هاني في الحالتين. يعني في حل احسن منه. لكن انت يعني كولر كده بيفقد الثقه بينه وبين يا جماعه، بينه وبين جمهور الاهلي. يعني ماتش ورا التاني كده انت هتبدا تفقد الثقه بينه وبينك يا مستر كولر، بسبب تغييراتك. ما في يعني المفروض دور المدرب يا جماعه انه ينوع الحلول، نوع الحلول الهجوميه للفريق. لما الفريق قدامك متكتل، دور المدرب ان هو بينوع الحلول الهجوميه. يعني انت المدرب قدامك طارق العشر، هو عارف انت من الاربعه اللي قدامه مقفل عليهم كويس، وجاب بيتعلم عليهم مواقف الوينج معاه السريع بيروح ويجي معاه. انت دورك انت تزود الحلول الهجوميه. يعني بقول لك محمد هاني نايم في العسل، ما تنزل مكانه زي حسين الشحات باك يمين. ولو انت ما شفتش حسين الشحات ولا حد قال لك انه بيلعب باك يمين، رجع كريم فؤاد باك يمين وخلي حسين الشحات هو اللي قدامه، مفيش مشكله. والاثنين والاثنين يهاجموا مع بعض يعني وطلع. المهم في الاخر انت تطلع محمد هاني. الحاجه التانيه، ما تلاقي لاعب قفشه مركز 8 وطلع عمرو السوليه وحمدي فتحي، كده كده الاثنين موظفين النهارده في ارض الملعب، الاثنين ما كانش لهم اي دور. يعني يا جماعه احنا جمهور عادي ومش بنقبض بس، وفاهمين كوره والله العظيم، والله العظيم فاهمين كوره اكتر من المدرب، من كولر، واكتر من فيريرا بتاع الزمالك ده. بس والله فعلا هي ارزاق، الكوره دي ارزاق، اذا كان في اللعيبه ولا في المدربين. يعني النهارده انا لسه بقول كولر، على قد ما كان في عاجبني بعض الحاجات انه في كام لعيب كوره كده مديهم ومثبتهم، على قد ما في حاجات تغييرات ولا يوجد. يعني لا يوجد، بيعطل الفريق مش بيساعده. لا يوجد التغييرات ولا يوجد ايجاد حلول في ارض الملعب لما يكون فريق متكتل قدامه. مدرب روتيني روتيني روتيني. يعني هو الاثنين الوحيدين اللي كانوا حلوين النهارده بامانه واتظلموا، من اللي هم طاقم الدفاع، اذا كان محمد عبد المنعم ومحمود متولي، ادوا دورهم على اكمل وجه، وكانوا ما شاء الله يعني تاخدوا 10 من 10 الاثنين النهارده. لكن كده كده يعني واحد زي محمد هاني، طب كل شويه هترجعني لمحمد هاني؟ ما في كريم فؤاد يا كابتن كوره، في كريم فؤاد وعندك حسين الشحات، اتنين بيلعبوا باك يمين. انت ليه مصمم تنكد علينا بمحمد هاني كل مباراه؟ الحاجه التانيه، رافت خليل ده ما لعبش من اول السنه، والراجل معروف انه باك شمال مع منتخب الناشئين، من برضه هتلعبه لنا وينج؟ احنا ده خلصنا من محمد شريف في اختراعاتك انه بيلعب وينج، لعبت لنا مكانه النهارده كابتن رافت خليل، وكان طينه خالص، وممكن انت كده تاثر على، يعني تاثر على مسيره لاعب بسبب ان انت ظلمت لاعب زي ده النهارده. اما هتعوز تلعبوا باك شمال، ما انتش عايز تلعبوا باك شمال وسايب علي معلول في الملعب، خلاص ملوش لازمه ينزل. وفين شادي حسين كمان صحيح؟ يعني انت شادي حسين لسه بقول هو يركب على محمد شريف وعلى حسام حسن، انت بتلعبهم الاثنين، وشادي حسين ما حدش عارف هو مش في القايمه ليه بقاله ماتشين، مع ان شادي حسين هو الاعلى من الاثنين. انا شايف ان اعلى من محمد شريف واعلى من حسام حسن، عنده كرة عن الاثنين، بالذات في مركز راس الحرب، لانه بيجود التحرك وبيجود يعني، وبيجود التحرك داخل منطقه الجزاء.
فانا شايف مستر كولر النهارده الماتش مع التاني هيبدا يفقد الثقه بينه وبين اللعيبه قبل وبينه وبين الجمهور، لان اللعيبه في الملعب، اللعيبه يا جماعه برضه فاهم، شايفين المدرب مش اللعيبه عايز اللي يساعدها في الملعب. احنا مثلا اللعيبه النهارده مش قادره تخترق دفاع السموحه عشان السموحه مقفله كويس. اللاعب اللي في الملعب بيبقى عايز المدرب من بره يساعده، ودور المدرب انه بيساعد، زي مثلا نرجع بزمن زي مانويل جوزيه. كان لما الماتش يبقى متقفل كنت بتلاقي اسامه حسني في الملعب، عماد متعب، فلافيو، ابو تريكه، بركات. كان فاضل يعني كان بيلعب بست خام، وائل رياض، كان ساعات تلاقي في الملعب سته. بيلاقي اللعيبه حتى بيبقى في ثقه بينه وبين المدرب، بيزود حلول، ينزل لاعب واثنين. انت كل ما بتزود هجوم الفريق الثاني بيرجع لورا، كده كده هو بيدافع. فانت زود حلولك الهجوميه. انا كنت بقول ده، انت بقول لي تبدا بقفشه مركز 8 وحسين شحات باك يمين. انا قلت كده في امبارح في الفيديو للناس اللي سمعتني، انا كان رايي ده قفشه مركز 8 وكان لاعب حسين شحات باك يمين، والله اللي كان لاعب من احسن من كده 100 مره. يا اكبر دليل ان انا بقوله ده يا جماعه صح. ومش معظم الماتشات اما فريق بيبقى مغلوب بيعمل ايه؟ مش بيطلع ناس من المدافعين وبينزل، وبيطلع ناس مدافعين زي احنا بنقول دلوقتي. كنت طلعت حسين، طلعت محمد هاني مثلا ونزلت حسين الشحات، طلعت واحد من طاقم الدفاع ونزلت نص هجوم. يعني انت ما بتعوز تكسب انت بتعمل التغييرات دي، لما تعملها من اول الماتش طب انت عايز تكسب. وفي الاغلبيه انها بتجيب نتيجه، ما بتتعمل التغييرات دي بتجيب نتيجه. لما تبدا بالطاقم الصح، ابدا مهاجم. يا جماعه والله العظيم هتني اقول طول عمري اتعلموا من جوارديولا، الناس تتعلم من جوارديولا وسهوله الكوره سهله والله يا جماعه مش معقده. احنا ليه مصمم نعقد الكوره كده؟ يعني نسيب كابتن كولر ومعاناته وزهقه لينا في الاهلي لكابتن فرير. ونفس المدرسه، بس ده على ايه، على اكبر كمان. كابتن فرير بيلعب 5-3-2 في تخيل نادي الزمالك بيلعب 5-3-2، بيلعب 3 مدافعين صرف. حسام عبد المجيد بيلعب جنبه محمد عبد الغني والزناري واحمد فتوح، وبيلعب معظم المباريات عمر جابر، وقدامهم 3 نص دفاع. ده داخل حربه. والله العظيم المدربين دول ما عارفوا جايين لنا على ايه. وناس تقول لك ما حدش يتكلم عن فريرة، ده البروفيسير. ده في بروفيسير بذمتكم يلعب لسه بس بروفيسير في الايام اللي احنا فيها في 2022 هتخلص اهي، بيلعب بطاقم دفاع 5. حسام عبد المجيد، ده التاني بالاسماء الزناري، محمد عبد الغني، باك يمين عمر جابر، باك شمال احمد فتوح، قدامهم 3 مدافعين نص دفاع، منهم 2 مدافعين صرف، محمد عمرو السيسي، محمد اشرف رؤى مش مقتنع انه يلعب كوره اساسا في الدرجه الاولى، بيلعب في اساسي في نادي الزمالك من اول الدوري. الكابتن الثالث امام عاشور، ده الوحيد اللي بيهاجم فيهم، يعني عنده كرة في طاقم الدفاع ده كله. ليه يعني انت بتلاعب مين يا كابتن فريق؟ يعني انت مثلا لو لعبت فريق زي ريال مدريد ولا برشلونه هتلعب بخطه ايه بالظبط؟ هتلعب لنا مين تاني؟ هتلعب والله ما عارف هيلعب بخطه يعني. ما بتلعب ده كله قدام فرق المقاولين وفرق سموحه وفرق اسوان، مع احترامي لهم جميعا. فيقول لك مثلا ده بروفيسور والسي في بتاعه ده، بالسي في بتاعه ايه بتاع فرير؟ الراجل داخل على السبعين، معدى تقريبا عدى ال70 سنه وبيدرب الزمالك حاليا. طب هو لو السي في جامد هيبقى بيدرب الزمالك زي ما هو معدي ال70. انت مثلا نقول ده بدأ بأندية كبيرة في البرتغال. المدرب الكبير مش اللي يبدأ بتدريب فريق كبير، المدرب الكبير اللي بينهي بتدريب فرق كبير. ما طبيعي انت مدرب كبير هتدرب فريق كبير بعدها تروح للفريق الاكبر، لكن انت مدرب كبير طبيعي جات لك ريزم من عند ربنا ضربت فريق كبير في البرتغال زي ما بيقولوا. طب انت بعدها المفروض انت مدرب كبير تلعب فريق اكبر، مش ترجع لحد ما تدرب نادي الزمالك في مصر في الدوري المصري. مع احترامي للدوري المصري، بس ما فيش مقارنه بين الدوري المصري والدوري البرتغالي. فده يوريكم ان الناس بتتكلم خلاص مش مركزه. يعني اذا كان اللي بيتكلم ولا مؤاخذه فالمستمع عاقل، منين هو مدرب السي في بتاعه عالي؟ ومنين هو كان بادئ بيدرب في البرتغال واحيانا بيدرب في مصر؟ يعني بينزل كل سنه بينزل عن اللي قبلها. فده اكبر دليل ما بيعمرش ليه مع السد القطر، ما هو مدرب كبير. ليه مشوه بعد سنتين تقريبا والشافي مسك مكان طالما هو كابتن فرقه مدرب كبير كده؟ فده فده المدرب اللي ما عندوش حلول وما عندوش ابداع كده في الملعب انا ما بحبوش. واحنا للاسف كولر انا كنت متوسم فيه خير، لكن هو ماتش والله مع التاني هيبدا كده خليني افقد الثقه فيه نهائي، بسبب ان هو ما بيخترعش حلول في الملعب. مدرب روتيني روتيني روتيني. طلع 4 مهاجمين نزل مكانه 4 مهاجمين. ما لا يطلع واحد من الباك وينزل مكانه حل هجوم. يعني الله يرحم جوزيه، الله يرحم ايامك وجوزيه، كان يطلع اسلام الشاطر اللي منزل لك محمد بركات يرجعه باك يمين وزود في الهجوم. وبالله اللي هيحصل كان بيعمل ايه؟ ده كل النتيجه كان الاهلي على طول بيكسب. عملها مع الصفاقسي في 2006 في النهائي. عملها في مصر في تونس، مش عملها مش بقول لك مع سموحه النهارده. انت ايه اللي خايف من ايه انت؟ هو مدرب من الدقيقه 60 بدأ رص اللعبه كلها في نص ملعبه. تو انت دورك ايه؟ انت قاعد طول الماتش ساكت وبتكتب في ورقه، كل ماتش اللي هو قاعد يكتب في ورقه. انا مش عارف هو بيكتب ايه في الورقه. الناس عم اول ماتش ولا اتنين ناس بتقول يمكن ايه لسه بيعرف في اللعبه عايز يقول حاجه للاعب معين. لكن انت بالك ان النهارده الاسبوع التاسع غير ماتشات غير ماتش السوبر، ولسه برضه غير ماتشين افريقيا ولسه بتكتب في ورقه برضه.
فانا شايف ان كولر هي بيبان، انا مش هنقول هيجي مع الوقت، بس المدربين دول مش ناس صغيره مثلا لسه هتيجي مع الوقت المدربين ما شاء الله كلك عدوا 60 سنه يعني، خلاص دماغه اتسيستمت على حاجه معينه. ويتمنى ان يكون كلامه غلط، ومع الوقت يعني. وايه دور سامو قمصان بالمره؟ ايه دور كابتن سامو قمصان يا جماعه مع المدير الفني؟ ما هو في مترجم كده كده معاه، لو على الترجمه في مدرب معاه يوصله باللعيب. المدرب ده المفروض يعني في حاجه تعرفه، يعرفوا واحد زي حسين الشحات ده كان بيلعب قبل كده باك يمين لعبها، يعرفوا ان واحد زي كريم فؤاد يعني يديله رايه ان كريم فؤاد ممكن ترجعه باك يمين ويساعد، انما ملوش دور خالص، ملوش لازمه يا جماعه في الجهاز الفني. ولا هو احنا بنحط ناس وخلاص اسمه واحد مصر؟ لو ملوش دور بلاش منه خالص وتريحوني. فالنهارده كولر وفريرا بامانه بقى نقول ايه بس. والله والله يعني اثبتوا ان المدرب المصري لسه بخير. يعني انا شايف طارق العشر والله كان شايف النهارده كان فايق ومركز بره عن كابتن كولر معانا. والحاجه الثالثه نبارك، اخر حاجه بقى نبارك لكابتن حسام حسن زي ما توقعت امبارح يا جماعه، قلت لكم ان المصري هيفوز على الاسماعيلي، لان الاسماعيلي الماتش اللي فاز على الانبي كان كله ماتش زي ما بيقولوا يعني ايه، ماتش كان طبيعي ان هو يفوز على الانبي كان واقع، واكبر دي انه اتغلب الماتش بينه وبين اسوان، فكان فوز خادع. فالمصري عملها مع الكابتن حسام حسن اول فوز ليه، ونقول له مبروك ومع الوقت على فكره حسام حسن توقعت هيسحب الفوز ده. حسام حسن لما بيكسب مباراه بتسحب معاه كام مباراه وراه. والف مبروك للمصري، وطبعا هارد لك للنادي الاسماعيلي. وتوقعت ان برضه يا جماعه الناس برضه عشان الناس ايه، مش مغرور ولا حاجه، بس الناس تدي كل واحد حقه. المفروض الناس والله تدعمني بلايك بعد اللي قلته امبارح. انا قلت المصري هيفوز على الاسماعيلي، وقلت شوقي غريب هيتعب الزمالك، وان فاز الزمالك هيفوز بفرق جون او ممكن تعادل، الفيديو بتاعي موجود يعني ما راحش بعيد. قلت لو بحكم بقى اللعيبه والزمالك بينافس على دوري، قلت ممكن لو فاز هيفوز بهدف، لكن شوقي غريب هيتعبهم. وقلت الاهلي هيفوز قلت بقى الاهلي هيفوز بهدفين، لكن مستر كولر هو الوحيد اللي جاب لي الكلام وخيب ظني، وبسبب تغييراته يعني. هو صمم والله، صمم ينكد عليا قبل ما ينكد على جمهور الاهلي النهارده. وفي نهايه الحلقه يا ريت يا جماعه اللي يتفرج عليا يشترك في القناه ويضغط لايك ويفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.